مرحبا بكم في وصفة اليوم. سنقوم بتحضير مزيج الأحلام، بيتزا الشوكولاتة والفواكه الذهبية. بيتزا حلوة تجمع بين الشوكولاتة الغنية والجبنة الكريمية والفواكه المجففة. تابعونا. لنبدأ بالمكونات. نحتاج إلى قطعة واحدة من خبز ناني أو بيتزا جاهزة. لتحضير طبقة الشوكولاتة، سنحتاج إلى 100 جرام من الشوكولاتة الداكنة أو بالحليب، وملعقتين كبيرتين من كريمة الخفق. أما لطبقة الجبن الكريمية، سنستخدم 120 جرام من الجبنة الكريمية، ملعقتين كبيرتين من السكر البودرة، ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. للزينة، نحتاج إلى 50 جرام من الفواكه المجففة الذهبية مقطعة، و25 جرام من الجوز المجروش. ولا ننسى رشة السكر البودرة وأوراق النعناع الطازجة للتزيين النهائي. الآن، نبدأ بتوزيع الطبقات. أولاً، نوزع طبقة الشوكولاتة المذابة بالتساوي على قاعدة البيتزا. ثم نضع طبقة من خليط الجبنة الكريمية فوق طبقة الشوكولاتة. تأكدوا من توزيعها بشكل متساو. حان وقت الزينة. نرش الفواكه المجففة الذهبية والجوز المجروش على طبقة الجبن الكريمية. نخبز البيتزا في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة من 5 إلى 7 دقائق، حتى تذوب الجبنة قليلا وتصبح القاعدة ذهبية. بعد الخبز، نرش القليل من السكر البودرة للتزيين، ونضيف أوراق النعناع الطازجة لإضفاء لمسة من الانتعاش. وأخيرا، قطعوا البيتزا وقدموها دافئة. لا تنسوا مشاركة صور إبداعاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الهاشتاجات المقترحة. والاشتراك في القناة ليوصلكم كل جديد. بالهناء والشفاء.